الجواب ديالو غادي نرجع بك واحد شويه لهذاك الاجتماعات ديال صندوق النقد الدولي والبنك ديال الدولي مراكش اللي داروا في مراكش شهر من بعد زلزال الحوز. مزيان. في قلب هذوك الاجتماعات داروا واحد الكتاب اللي صدروا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول الاقتصاد المغربي. شنو قالوا في هذاك الكتاب؟ اعتبروا بان الاقتصاد المغربي هو واحد النموذج يحتذى به داخل القاره الافريقيه، بحال ولا واحد المثال اللي خاص ممكن ان نطبقوه مرجعين نطبقوه في مجموعه ديال الدول الافريقيه. شنو السبب الرئيسي اللي خلى البنك الدولي يعطي الاقتصاد المغربي هذه المكانه ويخليه واحد النموذج يحتذى به؟ هو مساله وحيده، هو القدره على الصمود. وعلاش الاقتصاد المغربي عنده قدره على الصمود؟ لانه اصبح مبني على التعدد الاقتصادي، ما بقاش مبني على قطاع واحد، ما بقاش مثلا فيما سبق مبني على سيناريو واحد، الصناعات الاستخراجيه، ما بقاش مبني على الفلاحه، ولاو عندنا مجموعه من الانشطه اللي تنحققوا فيهم مكتسبات، تنحققوا فيهم ارقام اللي هي مهمه. مثلا السياحه اليوم في هذه الساعه صدر المذكره ديال الوزاره ديال السياحه 12.9 مليون سائح خلال 11 شهر. السنه اللي فات السياحه تقريبا ما يفوق 90 مليار ديال الدرهم. مداخيل المغاربه المقيمين في الخارج 110 ديال المليار ديال الدرهم. مداخيل ديال صناعه السيارات 111 مليار ديال الدرهم في 2022. الفوسفات 115 مليار ديال الدرهم. وبالتالي هذا التعدد وهذا التنوع اللي ولا كيعتمد عليه الاقتصاد المغربي هو الضمانه الحقيقيه اللي كتخليه يصمد امام المتغيرات الدوليه. لان هذا الصمود اللي كان عندنا خلال هذه الظرفيه، راه حنا كانت عندنا ظرفيه كما قلت يا استاذه ايمان، كان عندنا جفاف، وجفاف اللي ولا بنيوي صحيح، هيكلي اليوم تجيك 4 سنوات 5 سنوات. كانت عندنا الكوفيد، يلا خرجنا من كوفيد والتبعات ديالنا. نعطيك انا رقم بسيط جدا. في كوفيد خسرنا 500,000 منصب شغل، 500,000 منصب شغل مشات. كان خصنا نرجعوها من مورا كوفيد. كان الاقتصاد المغربي اول الاولويات ديالو هو خصو يسترجع بعدا مناصب الشغل اللي فقدناها في كوفيد. جات الازمه ديال روسيا الاوكرانيه، الارتفاعات الصاروخيه في المواد الطاقيه، في المواد الاوليه، في المواد الغذائيه، في الحركيه ديال التوريد والانتاج على مستوى العالم، في السلاسل ديال التوريد والانتاج على مستوى العالم. الانعكاسات ديالها السلبيه على المغرب، ارتفاع نسبه التضخم. ولكن الاقتصاد المغربي قدر انه يضمن الصمود ديالو. علاش؟ لان عنده تعدد اقتصادي. هذا التعدد الاقتصادي اليوم هو الحل. الاشكال فين كاين بالنسبه للاقتصاد المغربي؟ الاقتصاد المغربي اليوم خصو يخرج حتما، وهذا راه كاين وعي على المستويات في المغرب. هو ما خصناش نبقاو معتمدين على القطاع الثالثي والقطاع الاولي. القطاع الاولي هو قطاع ديال الفلاحه، والقطاع الثالثي هو القطاع ديال الخدمات. خصنا نجيو القطاع او لو سيكتور سكوندير. هذاك لو سيكتور سكوندير هو الصناعه. لان لا بغيت نتحول اليوم لواحد البلد صاعد، وبغيت نتحول لواحد البلد اللي يقدر انه يضاعف الناتج الداخلي الخام ديالو في الافق ديال 2035 كما جاء في التوقعات او في التوجهات الاستراتيجيه ديال النموذج التنموي الجديد، تيخصني يولي عندي المساهمه ديال الصناعه تنتقل من 17% الى 18% اللي كاينه اليوم، انها توصل تفوق واحد 30%. لان علاش الصناعه؟ لان الصناعه هي اليوم خاصه المجالات الدقيقه والصناعات المستقبليه. علاش؟ لان القيمه المضافه ديال الانشطه الصناعيه كتكون عاليه جدا، وبالتالي المساهمه ديالها في التطور في النمو الاقتصادي كتكون اكثر من مردوديه من القطاعين الاثنين، سواء القطاع الاولي او القطاع الثالثي. طيب غنرجع